بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله أنا بخبز العيش الطري الفلاحي علشان العيد. كل سنة وانتم طيبين ويدعى عليكم بخير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين يا رب. طبعا زي ما انتم عارفين في القرى وفي الفلاحين لازم يستعدوا للعيد، وخصوصا الخبيز بيخبزوا العيش الطري الفلاحي ده قبل العيد بيومين كده أو 3 علشان يبقى العيش موجود في البيت. طبعا العيش الطري زي ما انتم عارفين مستحب بقى مع السمك والرنجة والحاجات دي أول يوم العيد، فبيخبزوا بقى حبة كده قليلين على قد ال3 أيام اللي بتوع العيد كده العيش الطري. أنا النهاردة قلت أخبز حبة قليلين كده في الفرن الغاز، وإن شاء الله إن شاء الله بإذنك يا رب بعد العيد بإذن الله هخبز شوية حلوين بقى كده في الفرن البلدي الفلاحي إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما شاء الله شايفين العيش عامل إزاي؟ حاجة كده فاخر من الآخر، بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. لو حابين تشوفوا الفيديو كامل للخبيز العجين والخبيز والتقريص، الفيديو موجود على القناة، بس أنا النهاردة صورت حبة قليلين كده الخبيز بس علشان ما كانش في وقت إن احنا نصور الفيديو كامل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.